السلام عليكم، اهلا بكم في فيديو جديد. رمضان مبارك، كل عام وانتم بخير. عاملين ايه في الصيام؟ بتلعبوا رياضه ولا لا؟ انا ان شاء الله اخلص الفيديو ده وانزل اجري. فيديو النهارده هنتكلم على مرض منتشر ما بين ناس كتيره، واكيد يعني اي حد ممكن يبقى عنده حد في العيله وعنده المرض ده، او يعرف صحابه او يعرف حد من معارفه عنده المرض ده، وهو مرض السكري نوع الاول. محتوى الفيديو النهارده مش هيبقى ازاي تعالج مثلا المرض او محتوى طبي، لا، على قد ما هو انت محتاج تعمل ايه في نمط حياتك او اسلوب حياتك عشان تعرف تعيش مع المرض ده بشكل صحي. في فيديو النهارده هنتكلم عن قصة شخصين رياضيين محترفين مشهورين جدا، وازاي هم تعاملوا مع المرض ده، وازاي هم بقوا ناجحين وبينافسوا على بطولات بشكل محترف جدا، واثبتوا ان هم يقدروا يتعايشوا مع المرض ده ويكونوا زي اي شخص عادي من غير اي مشاكل خالص. فخليكم معايا. اهلا بيكم. اول شخص هنتكلم عليه النهارده هو الكابتن السابق لنادي ريال مدريد، اللاعب ناتشو. ناتشو ده اكيد ناس كتيرة تعرفه، اي حد متابع كورة وخصوصا الدوري الاسباني يعرف مين ناتشو. ناتشو ده حصل على بطولات كتيرة جدا مع ريال مدريد، حصل على الدوري الاسباني والكاس الاسباني، وحصل على الشامبيونز ليج تقريبا 5 مرات، وحصل على كاس اوروبا مع اسبانيا. هو مثل منتخب اسبانيا ومثل ريال مدريد لماتشات كتيرة جدا. الناتشو حاليا بيلعب في نادي الاتفاق السعودي، يعني هو في اواخر مراحله الكرويه، فهو قرر ان هو يروح نادي الاتفاق في اخر سنينه الكرويه. هو حاليا كابتن نادي الاتفاق. محدش كتير كان يعرف ان هو مصاب بمرض السكري النوع الاول. ناتشو ترعرع في نادي ريال مدريد ودخل النادي وهو صغير جدا، فهو كان في مدرسة الكرة أو مدرسة الأشبال بتاعت ريال مدريد، وكان عندهم بطولات وهم صغيرين. فقبل بطولة في سنة 2002 تقريبا كان عنده 12 سنة. قبل البطولة دي هو كان بيستعد للبطولة دي وهيروح بقى مع الفريق، حس ان هو تعبان شوية وبقى يخش الحمام كتير جدا بلا توقف وعايز يشرب مية كتير جدا. فمامته قلقت وودته على المستشفى او مشفى حكومي اللي بيبقى موجود في اسبانيا، اي حد يقدر يروح له الاول لجميع المقيمين في اسبانيا. فقابل الدكتوره اللي هي دكتوره العيله او الفاميلي دكتور، ده اللي هو انت اول حاجه بتروح له، وبعد كده لو انت محتاج ان انت تروح لمتخصص بيبعتك بقى للاخصائي بتاعك. فدي كشفت عليه ولقيت ان السكر بتاعه عالي جدا، وبعد كده شخصوه بمرض السكري نوع اول. طبعا هي عرفت ان هو بيلعب في نادي ريال مدريد للاشبال، فقالت له انت توقف الرياضة خالص وتوقف كرة وما ينفعش تلعب رياضة تاني. طبعا دي مشكلة منتشرة في دكاترة كتير جدا، ان انت تروح له تشتكي له من حاجة ويعرف ان انت بتمارس رياضة يقول لك بس انت مريض اقعد في البيت ما تعملش اي حاجة تاني. انا مثلا يعني واحد بيجري، والجري ده اصاباته كتيرة جدا، يعني انت بتعمل امباكت، يعني بتعمل ضغط على رجليك كتير جدا وانت بتجري. ممكن يحصل لك التواء وانت بتجري في اي لحظة. احنا بنجري مثلا على الاسفلت، بنجري على الرملة، بنجري في التراك، فممكن يحصل اي التواء. اصابات الركبة كتيرة، الكاحل، وتر اكيلس. ففي مرة انا اشتكيت ورحت لطبيبة الأسرة اللي كانت عندي. ما هو بيعينوا لك واحدة على حسب مشكلتك إيه، سواء طبيب أو طبيب. فأنا اشتكيت لها ساعتها، كان ظهري بيوجعني شوية وركبتي كمان بتوجعني شوية. فقام راح قالت لي يعني ما تجريش، قالت لي كده ما تجريش، روح اسبح، روح اركب عجل، بس ما تجريش كده. فاللي هو يعني انا خرجت من عندها، سمعت الكلام من هنا وخرجت من يعني ايه ما اجريش. فقمت يعني ابتديت ان انا اشوف طريقة تانية، ورحت المدلك طبيعي واخصائيين بتاع تدليك وعلاج طبيعي، والحمد لله يعني تعافيت من الاصابة وبقيت بجري تاني عادي يعني. فهو ناتشو ده جات له صدمة، يعني ان هو كان حلم حياته ان هو يكمل ويبقى لاعب كبير في الفريق الاول ريال مدريد. فبعد يومين ثلاثة رجع تاني للمستشفى، بس في المرة دي قابل بقى اخصائي غدد صماء، واحد يعني فاهم بقى في الموضوع. فقال له إيه، انت ما تبطلش. مين اللي قال لك كده؟ انت ما تبطلش، ده هي الرياضه هي الحل الوحيد ليك. فهم بقى هو وعيلته من ساعتها بقى اتعلموا ازاي ياخدوا الحقن ويعملوا ايه
ويعني وادوا لهم ارشادات كده ياكلوا ايه ومش ياكلوا ايه ويظبطوا اكلهم والكلام ده. وسبحان الله بعد 9 سنين تقريبا وصل للفريق الاول لريال مدريد. ولو تعرفوا المدرب المشهور البرتغالي جوزيه مورينيو خلاه يلعب اول ماتش ليه رسمي مع الفريق الاول، وفضل بقى مع الفريق لغايه لما بقى كابتن ريال مدريد وحصل على كل البطولات. وكلنا بقينا نعرف مين ناتشو ده. ناتشو اتكلم في لقاءات كتيره عن اسلوب حياته، وقعد يقول ان انت كمريض سكري نوع اول لازم تهتم بصحتك تقريبا 3 مرات اكتر من الشخص العادي. وقال ان مريض السكري ده يقدر يعمل اللي هو عايزه ويقدر يوصل للي هو عايزه ويقدر ان هو يعمل اي حاجه ممكن الشخص العادي بيعملها. هو بيقول ان انا شخص عادي لان انا اقدر اعمل اي حاجه الشخص العادي يقدر يعملها. وقال ان الرياضه ده شيء اساسي ما فيهوش كلام، يعني ما ينفعش انت تبقى مريض سكري ما تلعبش رياضه. قال ان هو حتى كمان في فترات التوقف اللي هي بتبقى في الصيف ما بيبقاش في ماتشات بيلعب رياضات تانية، بيجري بيسبح بيركب عجل. بيقول انا ما ينفعش ان انا اوقف الرياضه ابدا كمريض سكري. ما اتكلمش كتير عن اكله وحاولت ان انا اوصل هو بياكل ايه، بس هو قال ان هو يعني في اكلات معينه ما ينفعش ان هو ياكلها. هو قال ان انا مش حارم نفسي من حاجه، يعني باكل اللي انا حابه، بس في اكلات ما بقربش منها. وطبعا انا استنتجت ان هي مثلا الكاربس المكرره والحلويات والسكريات ولا اي حاجه ليها المؤشر الجلايسيمي بتاعها عالي. وقال ان هو بيقيس سكره قبل التمرينه وبعد التمرينه وجوه التمرينه تقريبا بيبقى معاه السنسور اللي هو بيبقى بيتلزق على الكتف كده فبيديك القرايات على طول وتقدر تبص عليها في الابليكيشن. ده احسن كتير من ان انت تقعد تشك صباعك فانت ما بتبقاش عارف سكرك بالظبط طول اليوم عامل ازاي. انما الابليكيشن ده والسنسور ده بيديك قرايه يعني مستمره طول اليوم. وقال ان هو اتعلم ازاي يحسب الجرعات وازاي ياخد الجرعات كويس على حسب بقى الاكل بتاعه وعلى حسب شدة التمرينة وطولها. يعني مش اللي هو جرعة ثابتة كده زي ما في بعض الدكاترة يديك جرعة ثابتة يقولك امشي عليها بقى وكل اللي انت عايزه بقى شغل بقى نظام. مش فارق معاه صحتك على قد ما فارق معاه ان انت بيزنس، يعني عايز يربح منك وخلاص. كمان اتكلم على النوم. قال ان النوم ده شيء اساسي، ان هو بياخد قسط كويس جدا من الراحة. وكلنا عارفين ان في بعض مرضى السكري يعني لما قلة النوم والتوتر السكر بتاعها بيضرب. فخلاصة من قصة ناتشو ان هما حاجتين: لازم تلعب رياضة، ما ينفعش تتوقف عن الرياضة. الرياضة ده شيء روتيني يوميا لازم تعمله. تاني حاجة ان انت تبقى فاهم ازاي تحسب جرعاتك. انا هنا مش ملم قوي بموضوع الجرعات، بس انت لو حابب ان انت تفهمها ازاي ممكن تكتب لي في الكومنتات وانا هوصلك للطريقه الكويسه ان انت تعرف تحسب الجرعات. نظام بقى ان انا اكل اللي انا عايزه واخد جرعه ثابته كده وامشي عليها وخلاص، ده مش علاج صحيح خالص لمرض السكري. نيجي بقى للرياض التاني. الرياض التاني هو لاعب التنس الالماني الكسندر زفيرف. الكسندر عنده 28 سنه حاليا، وده من احسن لعيبه التنس الحاليه، وهو تقريبا مصنف رقم 4 حاليا على العالم. حصل على ذهبيه اولمبياد طوكيو 2021 وحصل على بطولات تانية كتيره في التنس. كلنا عارفين ان ماتشات التنس دي لو طولت ممكن توصل ل5 ساعات لو انت بتلعب ضد منافس قوي يعني، والماتش شديد كده رايح جاي ممكن يوصل ل5 ساعات. الكسندر اتشخص بمرض السكري نوع اول وهو عنده 4 سنين. بيقول ان هو جاله فيروس، يعني اهله اللي بيحكوا يعني جاله فيروس يعني ودرجة حرارته ارتفعت فودوه المستشفى. فالمستشفى قالت له ده ياخد بقى تطعيم انفلونزا. طبعا ادوله تطعيم انفلونزا زيه زي اي طفل، اي حد بيرتفع درجة الحرارة خد تطعيم انفلونزا. فلما اخذ التطعيم جسمه عمل رد فعل تقريبا، حصل هجوم على خلايا بيتا في البنكرياس وعمل له مشكله في افرازات الانسولين وجاب له مرض السكري نوع اول. طب عرف ازاي ان هو جاله السكري بعد التطعيم؟ ان هو بعد ما خد التطعيم فضل كذا يوم مش عارف ياكل ومش عايز ياكل خالص وما بيعملش اي حاجه غير ان هو يشرب ميه بس. فلما راح المستشفى تاني بعد كام يوم قاسوا له السكر فلقوا ان السكر عالي جدا وشخصوه مرض السكري نوع اول. وده على حسب كلامهم هم. طبعا في ابحاث كتيره قالت الكلام ده وربطت التطعيم بمرض السكري ودكاتره وباحثين اتكلموا عليها، بس البهوات بتزعل. انت ممكن تشغل دماغك وتعمل بحث بنفسك انت وما تخليش حد يقعد يقول لك كلام ويفكر لك. فكر انت بنفسك وبص كده وارجع لورا شويه وشوف اول تطعيم ظهر في تاريخ البشريه كان في سنه كام
في اي حقبة من الزمن، وشوف اول حالات سكري اتسجلت في التاريخ كانت في اي زمن وفي اي سنة، وربط الخيوط مع بعضها وشوف الاستنتاج اللي يرضيك انت. نرجع لصاحبنا الكسندر. كان من هو صغير يعني كان بيحب الرياضة، وقال ان هو انا عايز اطلع لاعب تنس، وقال ان انت كمريض سكري انت تقدر ان انت تتعامل مع المرض ده وتتحكم بيه، وما تخليش هو اللي يتحكم بيك. ما تخليش ان المرض يقولك دايما ان انت مريض وان انت عاجز والكلام ده، لان هو بيقولك انت زيك زي اي شخص عادي تقدر تعمل اللي هو بيعمله. الكسندر عمل انترفيوهات كتيرة جدا، وقال ان هو كان بيتكسف ان هو يقول للناس ان هو مريض، وان هو حتى كمان اصحابه كتيرة جدا ما كانوش يعرفوا ان هو عنده سكري، وكانوا لما بيخرجوا يروحوا المطعم ياكلوا كان بيروح الحمام عشان يدي لنفسه الانسولين في الحمام. وبعد كده قال ان ده ما كانش المفروض يحصل، وان انا ما ينفعش ان انا احسس نفسي ان انا اقل منهم، وان انا اخبي حاجة دي ما كانش ليا ذنب فيها. ناس كتيرة ما كانتش تعرف، وهو لاعب تنس مشهور، ان هو كان مريض سكري. فسألوه انت، طب انت كنت بتتعامل مع المواقف دي ازاي؟ فقال ان هو كان في ماتشات التنس احنا عارفين ان هو انت لما بتيجي تلعب مع واحد كل مجموعة بيبقى فيه استراحة دقيقة كده، بتبدل الملعب، تروح انت الناحية التانية واللاعب بيروح الناحية التانية. ففي الاستراحة دي انت بتقعد على الكرسي شوية، وبعد كده بعد دقيقة بتقوم تروح الناحية التانية. فهو بيقول ان في الدقيقة دي كان بيقيس سكره، وكان بيقول ان لو سكره كان واطي كان بياخد الجل بتاع الكربوهيدرات اللي هو اللي كان بيديله سكر، او العصير اللي كان بيديله سكر. ولو السكر كان عالي كان بياخد حقنة الانسولين. وكان فعلا في لقطات ان هو بيلعب كان بيدي نفسه الحقنة في الملعب. هو قال ان هو بيعتمد على جهاز من شركة اسمها ميدترونيك. الشركة دي عملت معاه لقاء هو وامه واخوه، اتكلموا على حاجات كتيرة. ده بيبقى عبارة عن سنسور، والسنسور ده هو بيقول ان هو بيبقى رابطه في، يعني بيبقى لازقه في جسمه، والابلكيشن بيبقى موجود على التليفون. وفي كل استراحة خلال الماتش بيروح يبص على الابلكيشن اللي في تليفونه ويشوف القراية عاملة ازاي، وعلى حسب القراية هو بقى بيشوف اذا كنت هياخد جل ولا هاخد حقنة الانسولين. بيقول ان هو لما بيبقى السكر بتاعه قليل بيحس ان هو مدروخ كده، فهو بيعرف ساعة الماتش ان انا كده السكر بتاعي قليل. وبيقول ان هو لما بيحس ان السكر بتاعه عالي بيحس كده ان عضلاته وقفت وحركته بقت بطيئة، فبيفهم ساعتها ان السكر بتاعه عالي وان هو محتاج حقنة الانسولين. طبعا هو يعني كلاعب محترف وبطل وبينافس بشكل محترف، قال ان هو يعني مش هقول ان السكري ده ما اثرش على ادائي وبتاع، ان هو زي ما هو حكى ان هو في بعض الماتشات لما بيقل السكر بتاعه او بيعلى ده بيأثر شوية، زي ما قلت ان هو بيحس ان هو دايخ او عضلاته بقت بطيئة شوية. بس ده ما يمنعش ان هو حتى وهو مريض سكري نوع اول عرف يوصل لمستوى محترف جدا من التنس، ان هو يبقى من احسن 4 لعيبة في العالم حاليا. فده يديك رسالة ان انت حتى لو مريض سكري تقدر تعمل اي حاجة انت عايزها، وتقدر تمارس الرياضة حتى بشكل محترف جدا، مش مجرد ان هو انزل اتمشى كده وخلاص. في الانترفيو اللي اتعامل معاه ومع والدته واخوه اتسأل يعني طب هل انت بتعمل تحاليل تانية غير تحليل السكر؟ قال انه بقاله 10 سنين تقريبا ما شافش اي دكتور، وان هو ما بقاش يثق في الدكاترة كتير، لان معظم الدكاترة بقت بتستخدم الامراض دي كبزنس، يعني ان هو عايز يربح وخلاص. فهو بيقول حتى كمان اخوه كمان اتكلم في الانترفيو وقال انت كمريض سكري مش معنى ان الدكتور قالك امشي على الحاجة دي ولا خد الدواء بالتركيز ده وده وخلاص يبقى تمشي عليه وخلاص. بقولك لان احنا برضو كنا بنسمع كلامهم في الاول وكنا بنطبقه على الكسندر، كنا بنلاقي برضو ان القرايات مش مظبوطة وان النتائج مش كويسة اوي. فقعدوا يقروا ويتعلموا بنفسهم وازاي يحسبوا الجرعات بنفسهم، لان حتى كمان امه قالت ان احنا كنا بنديله انسولين وتركيز الانسولين بيعلى عنده، بس في نفس الوقت بنلاقي ان السكر عالي. فبقول لك الدكاتره ما كانتش مصدقانا، فابتدت تقرا هي وجوزها، وابتدوا يتعلموا ازاي يظبطوا جرعه الانسولين على حسب الرياضه وعلى حسب الاكل. فبقوا يظبطوا الانسولين مش بجرعه ثابته زي ما الدكاتره كانوا بيقولوا، كانوا بيظبطوها على حاله الكسندر في اليوم ده في اليوم المعين ده. انت مثلا
مارست رياضة لمدة مش عارف ساعتين او 3، هتبقى جرعتك بالتركيز ده. اكلك النهارده كان مختلف عن اكل امبارح، فبقت جرعتك بالطريقه دي. فهم كانوا بيقولوا ان احنا كنا بنظبط الجرعه على حسب اليوم بيومه. كانوا بيقولوا كمان ان هو كان كل ما كان الرياضه بتاعته اطول، يعني مثلا لما يقعد يتمرن ويلعب ماتشات طويله، كان تركيز سكره بيبقى بيثبت اكتر من الايام اللي هو بيلعب فيها رياضه اقل شويه. امه قالت وهو صغير لما سألوها انت ازاي كنت طيب بتتعاملي معاه وهو صغير، ازاي اتعاملتوا في الموقف ده، قالت ان احنا لقينا ان الرياضة بتحسن من قرايات سكره كتير جدا، فجبنا له الترامبولين في البيت بحيث ان هو يقعد يلعب عليه طول اليوم. فبتقول ان هو بعد ما جبنا لهم تركيز السكر بتاعه بقى ثابت جدا وتحسن جدا. حتى كمان ان هو كان بتقول ان هو بعد ما جبنا له الترامبولين كان هو ما كانش بياكل كويس وما كانش بياكل كتير اصلا، فبعد ما ابتدى يلعب رياضة كتير ابتدى ياكل كويس وابتدى ياكل اكتر. قالت كمان ان هو ما جالوش تسوس في اسنانه خالص لحد سن 16 سنة. لان احنا كنا زي ما انتوا عارفين ان الاطفال دايما بيبقوا بياكلوا حلويات وسكريات، فبتقول ان احنا كنا مانعين الكلام ده خالص، وكنا حاطين خضار في البيت. بتقول ان الخضار كان في كل حتة، يعني كان بياكل جزر، كان بياكل خيار، كان بياكل فلفل، كان كل انواع الخضار كان ممكن تلاقيه في بيتنا. فدي نقطة مهمة جدا لمرضى السكري، ان انتوا لو الدكتور بتاعك اداك جرعة ثابتة وقال لك هي دي اللي تمشي عليها وخلاص بقى وكل بقى اي حاجة، ولا ما قالكش ما فهمكش ازاي تحسب الجرعات وازاي تظبط الجرعات على حسب يومك على حسب اسلوب حياتك، نصيحة مني ليك شوف دكتور تاني وشوف دكتور تالت وشوف دكتور رابع. ما ينفعش ان انت تبقى مريض سكري يبقى عندك جرعة ثابتة كده تاخدها وخلاص مالكش دعوة بأي حاجة تانية. لو دكتورك ما سألكش انت بتاكل ايه، ما سألكش على اسلوب حياتك، ما سألكش بتلعب رياضة ولا لا، جرب دكتور تاني وتالت ورابع لحد ما تلاقي دكتور فعلا همه ان هو يعالجك وان هو يشفيك وان هو يشوفك صحي، مش اللي هو واخدك كبزنس عشان يربح وخلاص. الكسندر عمل مؤسسة لمرضى السكري، وقال ان المؤسسة دي يعني هو عملها على اساس ان هو يساعد الأطفال اللي عندهم سكري على حوالين العالم، وخصوصا في البلاد النامية في أفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية. قال إن لازم الناس دي يتوفر لها أنسولين والرعاية الصحية، ولازم كمان يعني يتعمل لهم التوعية المناسبة، ان هو انت مش عشان مريض سكري ما ينفعش تمارس رياضة، ما ينفعش تعمل اي حاجة. قال ان لازم نوعيهم ان الرياضة دي اساسي في حياتك كمريض سكري. قال سألوه كمان قالوا له طب ايه شايف ممكن في المستقبل يبقى حاجة مهمة ممكن الشركات تعملها او يعني طبيا يبقى مهم للمرضى السكري. قال ان هو يتمنى ان يحصل تطور في موضوع الانسولين، وان بدل ما يبقى فيه انك تقعد تاخد الانسولين بنفسك كده كل فترة، يبقى مثلا ما اعرفش يبقى في حاجة زي جرعة كده تاخدها اسبوعيا بدل ما تاخدها يوميا، وتبقى يعني الجرعة دي مناسبة جدا لكل شخص على حسب بقى سكره وعلى حسب اسلوب حياته، بحيث ان انت تبقى تاخد الحقنة مرة واحدة في الاسبوع وما تفكرش في حاجة تانية. طيب الخلاصة من فيديو النهاردة والخلاصة من حكاية ناتشو وحكاية ألكسندر إن هي الرياضة شيء أساسي جدا لمرضى السكري نوع أول. ما ينفعش تتناقش في الموضوع ده، لازم يوميا تمارس رياضة لأن ده اللي هيثبت لك مستوى سكرك. تاني حاجة لازم تتعلم حساب جرعات الأنسولين، وما ينفعش تبقى فاهم ان هو الانسولين ده عبارة عن جرعة ثابتة تاخدها كده وخلاص وتاكل اللي انت عايزه. لازم تتعلم حساب الجرعات، او على حسب الاكلة تبقى تحسب جرعة الانسولين بتاعتك. على حسب الرياضة لازم تركيز الانسولين في كل يوم بيبقى يعني يبقى ليه علاقة باليوم ده، مش اللي هو جرعة ثابتة اخدها كل يوم. واخر حاجة لازم نتعلمها ان انت حاول تبحث على دكتور بيخاف ربنا وحابب فعلا ان انت تتعالج، مش هو دكتور واخد الموضوع بيزنس وخلاص. اسأل على دكتور 2 3 4. الحاجة الأخيرة إن أنت كمريض سكري أنت مسؤول عن نفسك
مسؤول ان انت تتعلم وتقرا وتبحث، مسؤول ان انت تفهم الموضوع ماشي ازاي، مش اللي هو انا هاخد حقنة الانسولين وخلاص. في الاف مرضى السكري نوع اول بيصوموا رمضان، احنا خصوصا في رمضان، انا يعني كويس قوي ان الفيديو ده جه في رمضان، في مرضى سكري نوع اول بيصوموا رمضان يعني، وشفت حكايات بنفسي كتيرة جدا. لو في مسلم بيصوم رمضان وانت ما بتصومش، ربنا هيسألك عليه، لان في ناس عرفت تصوم وهي عندها مرضى السكري. انت ممكن تعدل من اسلوب حياتك بحيث ان انت رمضان اللي جاي ممكن ما تعرفش تصوم، بس رمضان اللي بعده هتعرف تصوم لو انت ظبطت اسلوب حياتك وظبطت اكلك بحيث ان يبقى مستويات السكر ثابته ومش متقلبه. ساعتها هتبتدي تعرف تصوم. في ناس كتيرة بتلعب رياضة لمدة 5-6 ساعات وهي صايمة. أنا شخصيا معانا واحد بيجري مريض سكري نوع أول، ويعني بيجري أحسن مني، يعني أنا أتمنى إن أنا أوصل لمستواه، وبيجري وما شاء الله يعني بيعمل مسافات طويلة جدا بسرعات، يعني سبحان الله. يعني أنا نفسي أتمنى إن أنا أوصل لمستواه وهو مريض سكري نوع اول. فما ينفعش ان انت مريض سكري نوع اول عشان دكتور قالك تاخد الجرعه الثابته دي وخلاص بقى تاكل اللي انت عايزه وترتاح في البيت، انت هتعيش مريض طول حياتك، فانت خدت كلمته بقى كانها دستور وسلام عليكم. لا، ربنا هيحاسبك. لازم تصوم، ولازم تعمل رياضه، ولازم تحسن من اسلوب حياتك، ولازم تاخد بالك من اكلك. ربنا هيسألك عن جسمك، وهيسألك عن اكلك، وهيسألك عن كل حاجة انت بتعملها، لان ربنا حطك في اختبار. ده مش معناه ان انت تاخد الاختبار ده ربنا حطني في اختبار فاروح بقى اقعد في البيت بقى وانتخ. لا، ابحث في موضوع صيام رمضان، لان انت بيعدي عليك رمضان ورا رمضان ورا رمضان وانت ما بتصومش، وربنا هيسألك على الكلام ده. في ناس كتيرة جدا بتصوم. لو انت حابب تعرف ازاي ممكن تتواصل معايا وانا هفهمك ازاي، او اوصلك لحد يفهمك. بالنسبة لموضوع الرياضة، لازم تروح تبحث مع طبيبك وتقول له ان انا عايز امارس رياضة. تفاهم مع الطبيب بتاعك، لو مش متفاهم شوف طبيب تاني وتالت ورابع. في دكاترة كويسين جدا ممكن يدلوك على الطريق الصحيح. اتمنى ان الفيديو ده يكون مهم جدا. لو انت عندك حد شخص تعرفه او من معارفك او من عيلتك عنده سكري نوع اول، يا ريت تفهمه المواضيع دي، ويا ريت تقول له يراجع طبيبه بحيث ان هو يحسن من اسلوب حياته ويعيش زينا زي اي شخص عادي. اشوفكم في فيديو جديد.